دي واحدة من أهم الأفخاخ الفيتنامية ضد الاحتلال الأمريكي، أنفاق كوتشي، واللي كانت بتضم ورش عمل تحت الأرض ومستودعات ومخازن غذاء وملاجئ للمدنيين ومراكز طبية وسكنات للجنود وغرف ومطابخ وآبار مياه جوفية. فوق الأرض كانت بتغطيها الغابات الاستوائية المطيرة الكثيفة. كانت أنفاق كوتشي مدينة متكاملة تحت الأرض، واللي كانت بتعد كابوس لكل جندي أمريكي، لأنه كان بيعلم بأنه ذاهب للمجهول أو إلى محاربة الظلام فقط. اتعرضوا لإطلاق نار من مصادر مجهولة، واجهوا الظلام الدامس بين الأشجار المتشابكة والطبيعة المتوحشة. بل والأدهى من ده، أصبحت أسلحة الجنود الأمريكيين القتلى أو الأسرى أو الهاربين وقذائفهم الكثيفة الغير منفجرة بتستخدم ضدهم مرارا وتكرارا، حتى إن المقاتلين الفيتناميين قاموا بنصب كمائن للمروحيات الأمريكية، بحيث كانوا بيزرعوا الألغام في المناطق الخالية من الأشجار، لأنهم عارفين بأن المروحيات هتهبط فيها لإخلاء الجرحى والقتلى الأمريكيين، وفور هبوطها كانت بتواجه مصيرها المحتوم. أنفاق كوتشي تعتبر رعب لكل جندي أمريكي شارك في الحرب الفيتنامية.